هدوس طيب ولا ايه؟ سندوس كده ساعتين. انت مرضي باي حاجه. رمضان مبارك عليكم جميعا. انا عمرو وهبه وده مشوار حوار مع ديدي. في كل حلقه من حلقات البرنامج في حد امه دعياله له هيطلب ديدي هيلاقيني انا اللي سايق. في طريقنا وعلى ما نوصل مع بعض هنسال اللي هيركب كام سؤال وكل اجابه صح هياخد عليها جايزه 500 جنيه وهساعدهم عشان يخرجوا من الرحله باكبر مبلغ ممكن. يلا ناخد اول ريكويست ونشوف ديدي هتكسب مين النهارده. ايه دلوقتي في طريقي الريكويست، بس انا بسال نفسي كده لو وقفت في لجنه وظابط وقفني سواء عرفني او ما عرفنيش شافني بالبدله دي مش ماشي دي هقنعه ازاي ان انا بشتغل. انا لو حلفت لك ان انا كنت جاي اجرب الولاعات عمرك ما هتصدقني. مساء الخير. مساء النور. اخبارك خير الحمد لله. هتروح على اللوكيشن ان شاء الله. رايح الرحاب جيم. انتوا ايه واحنا مين ودول ايه؟ تلعب حديد؟ وانا عارفك انت شخص مشهور المفروض صح؟ لو انا مشهور كنت عرفتني يعني، بس ما علينا. بشوفك على الانستجرام وكده. بعمل فيديوز كده يعني جنب شغلي هنا باكل عيش. هسألك شوية أسئلة كده نلعب مع بعض وبعدين كل سؤال إجابته 500 جنيه. اوكي. مسلسل جراند اوتيل بقى اتصور فين؟ في محافظة ايه بقى؟ اسوان. 500 جنيه. يلا بينا. الدنيا سهلة ازاي؟ اتفرج على الكبير في رمضان؟ بحب الكبير، اتفرجت على المواسم بتاعته يعني من وانا صغير. الكبير اتعمل منه كام جزء لغاية دلوقتي؟ 13 جزء. يبين هيبقى مرار طافح. 12 جزء. طيب هو اما 12 اما 13 او حاجه زي كده. للأسف إجابة خاطئة. اوكي ادي صعب بس. قول لي 4 أسامي مسلسلات الفنان أحمد عبد العزيز. الفنان احمد عبد العزيز. اه. هو احمد عبد العزيز ده هو بتاع المال والبنون صح؟ مظبوط. في بتوع الجبل دول ذئاب الجبل. بتوع الجبل. في مسلسل مشهور قوي ده ساعات ما راح قلع الشنب وكان تحته شنب عادي جدا. المشكله ان انا قديم ده مش هبقى عارفه يعني. بجد احنا هنفكس للسؤال ده. افكس له. كريم عبد العزيز في فيلم ابو علي كان اسمه ايه؟ انا البري ورك اوت عندي لما باخده بقى اسمه أبو علي. ما شاء الله ايه النباهه دي؟ ايوه اسمه ايه بقى؟ كريم عبد العزيز نفسه. بيبقى ماشي كويس جدا في البري ورك اوت وبعدين اسبوعين 3 مفعوله يروح مني بقى فلازم ابطله شويه. كريم عبد العزيز. احنا وصلنا لكام قد ايه يا اسطى؟ 500 جنيه لغايه دلوقتي؟ اه شويه والله العظيم شويه. والله مش عارف شوية. برضه اسئلتك سينمائيه كلها انا. طب انت عندك اي موهبه مثلا بتغني بتلعب؟ لا ما عنديش مواهب ما والله. عندكش مواهب؟ لا خالص؟ لا. طب بتشيل كام في البنش؟ بشيل 50 و50. ده اكبر دمبل في الجيم. ما انا 42 اخري بس في 16 واحد بيبقوا بيساعدوا هم اللي بيشيلوا انا بصرخ بس. تسمع راب؟ ويجز بقى وكده مش حافظ حاجه؟ طب استنى اشوف طيب حاجه حلوه من استنى. لا اطلب شغلانه ام كلثوم يعني. احب اعمل فيها ما شفتكش العبها خالص العبها بلطي عيني اصونها بس كفايه بقى كده. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ الحمد لله ان انت دكتور سقف نفسك. جامد انت دخلت من جيت 6 ايه رايك؟ هو انا ايه كابتن؟ نحن نختلف عن الاخرين. اسالك سؤال بقى معلومات عامه. في بلد لو حد شافك بتاكل لبان بتتحبس. في اوروبا في اسيا. في اسيا. في اسيا ايران او سنغافوره. لا سنغافوره صح انا شفتها في التلفزيون. صح يا عم. صح التمرين. هدوس طيب ولا ايه؟ دوس كده. سنغافوره. سنغافوره هي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ محمد هنيدي في فيلم امير البحار غنى اغنيه مقتبسه من فيلم اجنبي. شفت امير البحار اصلا ولا شفت امير البحار كان معاه شيري عادل. مظبوط بقى. غنى اغنيتي بقى. ايوه اسمعي بقى. اولها افتكر اولها هتفتكر اسم الاغنيه. بتاع تايتانيك. ايوه عايز اكتبك بقى فيلم ايه؟ تايتانيك. ده معانا كام؟ اللي انت تشوفه بقى. انت مرضي باي حاجه. 2000 بقى. 2000. بتسمع تامر عاشور؟ لو في اغنيه اسمها هيجي لي موجوع. ايوه قال له بقى هيسيبك قد ايه؟ هو ساعتين صح؟ اجابه خطا. طب احنا كده وصلنا ل 2000 ها؟ تمام. يا رب نوصل بقى عشان الفلوس هتخلص. طيب كمل الاغنيه دي. دنانير وبلانكو. دنانير وبلانكو وفلوس في الكونت في البنك. دنانير وبلانك. كل يوم بتركب ديدي وتروح الجيم. شفت. بص اقول لك على حاجه بصراحه عشان ديدي دلوقتي. مفيش انت كابتن ديدي بس انا شايف ان احسن اب في الابس كلها هو ديدي بصراحه والدرايفرز بتوعه كويسين. بعدين في حاجه برضو في ديدي الشركات التانية في ناس منهم بيستخدموا عربيات اصلا غير صالحه استخداما ادمي. احنا خلاص قربنا نوصل اهو. شرفت بيك يا دكتور وتمرينه سعيده وربنا يبعد عنك شرفت بيك. اصابات. ده عشان وصلنا بس. هل في نوع 500 جنيه يا دكتور
نورتني، مبروك. الله يبارك فيك. اتشرفت بيك، انا قصه اتشرفت سعيده جدا يا رايد، عمري ما انساه في حياتي. ربنا يخليك. مبسوط اني اتعرفت عليك. انا رمضان كريم. شكرا، كل سنه وانت طيب ورمضان مبارك. الله يبارك فيك. شكرا. باي باي. دكتور محمود غنيم او كابتن محمود غنيم عشان هو رايح الجيم، كسب 2500 جنيه. تابعونا على قناه ديدي على اليوتيوب عشان تشوفوا مين اللي هيكسب في الحلقات الجايه في مشوار حوار مع عمرو وهب.